روتين صباحي مسائي سريع كده، قلت اجرب معاكم يا جماعه فطيره مشلتته لسه جايباها حالا من اتول. قلت اجربها معاكم، قلت اشوف برضو الفطيره من عند اتول هتبقى حلوه ولا لا، لاني بصراحه كنت اول مره في حياتي اجربها من عندهم. على طول بحب ان انا اجيب الفطير المشلتت مثلا من الستات اللي هم بتوع البلد، اللي هم بتوع الارياف، بجد بيبقوا فطيرهم حلو جدا جدا بالسمنه البلدي طبعا. فقلت ايه، انا هجرب كده من اتول اشوف فعلا حلوه وتستاهل سعرها ولا لا، وكمان كنت جايبه اكبر حجم. فيلا كده نشوف مع بعض، قولي لي جربتيها قبل كده من اتول ولا لا، وقولي لي كمان ايه اكتر فطير مشلتت بتحبي تجربيه او بتحبي تستخدميه من حد معين. بجد يا جماعه الفطير المشلتت ده مزاج، ومش اي حد اصلا بيحب الاكله ديت على الصبح. هنا كده ابتديت ان انا اقطع كده الفطير بطريقه حلوه، بطريقه شيك، ان هي كمان ما تبعترليش الدنيا عشان خاطر ابراهيم طبعا. ابتديت كده يا جماعه على طول بالمقص، بلاش السكينه، بقصه كده نصين، وبعد كده اربع صغنونه خالص خالص، عشان خاطر طبعا ابراهيم انتوا عارفين الاطفال لو مسكوا الفطير المشلتت ده هيدهولوا بيه الشقه كلها، وده فعلا اللي حصل حتى بعد كمان ما قطعته قطع صغيره. هنا كده عملته مثلثات شبه البيتزا عشان خاطر ابراهيم يقتنع ان ديت بيتزا عشان ياكل ويخلصني. ابتديت طبعا ان انا اعمل كمان شاي بلبن يا جماعه. هو الفطير المشلتت اصلا حلاوته بالعسل والطحينه والشاي بلبن، ولو جبنه قديمه بقى ياه، ولو جبنه كمان بيضه، كنا كمان حاطين جبنه رومي كمان مع الفطار. هو كان فطير كده سريع، وكان بقالنا كتير قوي قوي ما كناش الفطار الحلو ده. بجد انا نفسي اكل الفطار ده في الاقصر، في اسوان، بجد نفسي قوي اروح الاماكن ديت ان شاء الله. هنا يا جماعه الطحينه دي كنت جايباها من مرسى مطروح، من فيرجينيا. عايزه اقول لكم كانت حلوه جدا جدا جدا، الطحينه بتاعتهم ما شاء الله طعمها وريحتها حلوين قوي. هنا خلاص كده الفطار اللذيذ السريع. قلت كده صبح عليكم وامس عليكم باحلى فطير مشلتت واحلى عسل وطحينه. عايزه اقول لكم بقى تجربتي بعد ما خلاص دقت الفطير يا جماعه، ما شاء الله الله اكبر. عارفين انتوا سكر بجد يعني، وانا باكله كده اصلا لا كان عاجبني قوي بصراحه. حسيت ان هو جواه فيه سكر بجد، مش بافور والله، لا كان عاجبني جدا، وكمان كان بالسمنه البلدي. خلصت بقى ويلا عشان خاطر لو هنغسل مواعين نعمل شاي تاني مش مشكله. هنا كده كنت بروق كل حاجه في مكانها، عشان بجد كان خاطر المطبخ عندي حرفيا كان يضرب يقلب. قلت كده انضفه على طول معاكم برضو. قولوا لي يا جماعه، ما بتصحوا بتبقوا عايزين تفطروا حاجه سريعه كده، ايه الفطار السريع اللي بتفطروه؟ لان انا عارفين زهقت من التفكير اللي هو بتاع كل يوم الصبح هعمل فطار ايه هعمل فطار ايه، خصوصا ان عندي وجبه الفطار دي حرفيا لازم تكون وجبه اساسيه. ما عنديش مثلا ان انا اسكيب الخطوه دي، لا خالص، لازم ان انا افطر عشان خاطر ابدا يومي، حتى لو اصحى متاخر، لان انا على طول اصلا بصحى متاخر بسبب طبعا ابراهيم ابني بينامني كمان متاخر. هنا كده يا جماعه شلت بواقي الفطير في علبه، لاني ما يعني كفتنا وبزياده كمان، لان احنا فردين او فردين وربع، فردين ونص. بس كده صباحكم ومساءكم فل ورضا من الرحمن. بحبكم جدا جدا، ما تنسوش اللايك الحلو بتاعكم، ما تنسوش كمان ان انتوا تصلوا على النبي، وما تنسوش برضو تقولوا لي بتفطروا ايه اول ما بتصحوا، تكون حاجه سريعه كده، خصوصا لو انت ام وقاعده في البيت وبتصحي ما بتبقيش عارفه تفطري ايه. بحبكم قوي، باي باي.